كانت في حديث النبي صلى الله عليه وسلم، هو تعرض الفتن على قلوب كعرض الحصير عودا في قلب أشربها نكتت فيه نكتة سوداء، قلب أنكرها نكتت فيه نكتة بيضاء، حتى تعود القلوب على قلبين. معنى الحديث ايه؟ انه ذنوب المعاصي هتعرض عليك طول الوقت. صحيح. فطول ما انت قاعد، طول ما في ذنوب ومعاصي، فانت هتتعامل معاها تعامل من اتنين، يا اشربها يا انكرها. اشربها تحسها سفنجه كده، صح؟ تحس انه ايه، كل ما يجي له ذنب يقوم شافط، ذنب يقوم شافط، ذنب يقوم شافط. او انكرها اللي هو ايه، رماها بعيد. النبي صلى الله عليه وسلم قال طيب والله اللي انكرها ده هيبقى ابيض كالصفا، حجر املس ابيض مستحيل يجي عليه تراب ولا يمسك فيه، شويه ميه تنزل تقوم ايه، شايله التراب خلاص، لا تضره فتنه ما دامت السماوات والارض. التاني بقى النبي صلى الله عليه وسلم قال اسود مرباد. ففي معنى اسود مرباد دي معنيين، انه شديد السواد، وفي معنى تاني حلو قوي، انه اسود في نقط بيضة. ايه بقى النقط البيضة دي؟ بعض الاعمال الصالحة اللي الشيطان سابها لك، اللي النبي صلى الله عليه وسلم بعدها قال ايه، لا يعرف معروفا ولا ينكر منكرا الا ما اشرب من هواه. الشيطان يجيب لك شويه اعمال على هواك، ده انت بتحب الارامل والمساكين قوي، ادي ارامل والمساكين، ده انا هخليك بص صدقات طلقه وهتصوم 2 وخميس يا بت، بس مش هتعجبك، وانت هتطلع صدقات بس مش هخليك تصلي. اتفقنا؟ ديل. ليه بقى لازمتهم ايه بقى النقط البيضاء دي؟ انه يشاور لك عليها كل ما تفكر تتوب. صح. تيجي تقول انا عايز اتوب، عايز ارجع لربنا سبحانه وتعالى، من ايه؟ ما انت زي الفل يا راجل. بص النقطه البيضاء دي، شايف الصدقات؟ طب شايف النقطه البيضاء دي؟ مش صلينا رمضان كله؟ طب النقطه البيضاء دي مش عاجباك؟ انا اول مره اعرف حاجه ارامل ومساكين ده خطير قوي. فيبدا يوريك بعض النقط البيضاء، مش حاسسك انك كويس، ده انا قوي، ده انا ده يا جدع، فتستشعر انا ينفع اقول ان ده كده فضيحه. الله يهديك يعني انه يوريك ان هو كلنا كده، كلنا كده، خطه الشيطان مع كل البشر بلا استثناء. الشاطر بس ان لا يفهمها، يفهم ده اللي بيحصل، انه بيوريني شويه نقط بيضاء دلوقتي عشان ارضى واسكت. ايوه. لما بقى بينطلي عليك اللعبه دي، هتقع في حاجه من الاثنين، يا هتظن ان الدنيا كويسه تماما فانا مش محتاج اتوب، ايوه، او اني هو انا بعمل حاجات وحشه بس قدامها حاجات حلوه كتير. ومين ما بيعملش حاجات وحشه؟ كله بيعمل حاجات وحشه. فيبقى انا ضميري يهدى كده، احس انه ايه، طب والله ما مأنبك في الموضوع، تصدق انت بتفهم ويسيبك في حالك. والله انا عارف لما تروح الدكتور والدكتور هو يقول لك انت مالك، يعني يحكي لك من باب اصل كلنا يعني بني ادمين، وكل ابن ادم خطاء. فهو يقوم مشرعان لك الخطأ. ايوه بالظبط كده. ما انا هجيبك في السكه دي.